رغم ان بن رمضان النهارده ضيع على الاقل خالص جونين صراح. بس انا مش قلقني خالص فكره ان هو انت ضيع فرص، بس انا كنت بدات اشك في بن رمضان اصلا كلاعب كوره. انا كنت بدات اشك فيه في قدراته اصلا، ان هو بيعرف يلعب كوره عموما، مش بيعرف يلعب لعيب رقم 8. تاني ماتش على التوالي، ماتش الاسماعيلي ما قدرتش احكم عليه خالص، يعني هو فرقه الاسماعيلي مفككه تماما. انما ماتش النهارده لا، الراجل على الاقل خالص رجع لي فكره ان هو لعيب عنده اساسيات مركزه، لعيب بيعرف يلعب في المركز ده. نتكلم فيما بعد بقى نقول مستواه، ترناته، سرعته، ده احنا كنا بعيد قوي عن اللقطه دي. فنيات لعيب كوره احنا كنا بعيد عنها جدا. احنا كنا بنتكلم هل محمد علي بن رمضان يقدر يمشي 5 خطوات من غير ما يقع؟ هل محمد علي بن رمضان بيقدر يمشي في خط مستقيم، ولا هو حركته كلها زجزاج؟ لا، النهارده ماتش حلو، يعني مستواه ياخد 7 من 10. مش احسن حاجه، بس بالنسبه قياسا على بين رمضان قبل كده، لا ده النهارده انت عملت ماتش عالمي، ده انت كنت احسن واحد في الماتش النهارده. فمش قادر اقول بقى هل اللي فات ده هو اللي وحش ودي بدايه تحسن، ولا هل اللي فات ده العادي ودي طفره، الله اعلم. بس طبعا الاحتماليه الثانيه ده مستحيل، لانه مستوى بن رمضان في الفتره اللي فاتت دي اللي كان بيقدمه فعلا، ما لا ده ما كانش يخص لعيب كوره اصلا.